يا جدعان اقسم بجلال الله النادي ده فخر فخر للعرب والافريقيا كلها. يعني كل يوم لاعب تاريخي يتكلم عن النادي ده بكل حلو ويقول انه نادي تاريخي ونادي افريقي كبير ونادي عربي عامل انجازات وبطولات. السوشيال ميديا بتاعت النادي الاهلي ادلت عملت مقابلة طبعا مع انفنتينو رئيس الفيفا، وادلى بتصريحات كلها عظمة وفخامة وبتقدرك وكلها بتعرفك يعني ايه النادي الاهلي مش في افريقيا ولا العرب بس، ده عالمي، نادي عالمي، نادي تاريخي، نادي عريق. للاسف اللي خلانا نعمل فيديو زي ده لبعض اعلامنا، مش كلهم طبعا بس بعض الاعلام، مش مدينك ده، مش مدينك ان انت نادي من اندية العالم كلها، من اندية العالم كلها، من افضل اندية العالم ده حرفيا. الروشين طبعا، وطبعا يعني ليهم حق، يعني اي جماهير منافسة اكيد هتشوف ده روشنة وانت بتقول ايه لا. الاهلي عمل بطولات عالمية، انجازات، طلع من الحقل اللي هو فيه الحقل عالمي تاني. خلى حتى طموحاتنا احنا كجماهير النادي الاهلي، احنا كنا زعلانين ان احنا ما خدناش كاس العالم اللي فات، مش عشان هنطلع نهائي بس، إن احنا ما خدناهوش يعني. نادي عالمي والله العظيم مهما يتكلم عنه. الناس دي هي اللي بتدينا حقنا، الناس دي هي اللي بتدي الاهلي حقه. حرفيا الاهلي ده فخر.